هناخد ريفيجن سريع عن الثلاث حاجات المهمين اللي احنا قلناهم لغاية دلوقتي فريكوينسي، وهناخد على الريليتيف فريكوينسي والكوميونيكيتيف ريليتيف فريكوينسي سي ار اف، وازاي الأسئلة بتاعتهم تيجي في الامتحان. أول حاجة الديفينيشن لازم تبقى عارفه، اللي تقدر تفرق بين التلاتة. فريكوينسي إن قلنا هو عدد مرات ظهور كل قيمة، أما النسبة بتاع كل قيمة من إجمالي البيانات فده بيتمثل عندنا فين؟ في الريليتيف فريكوينسي. أما الكوميونيكيتيف ريليتيف فريكوينسي فدي مجموع النسب السابقة لكل قيمة زائد النسبة التراكمية كمان. خدنا بعد كده ازاي او الحاجات دي بتتعرض. العد الفعلي هنا بيكون للتكرارات، فريكوينسي ان احنا بنعد عدد التكرارات اللي عندنا بتاع كل قيمة وبنجمعهم شبه ما قلنا ان طلعت قبل كده في المثال اللي فات 20. هنا النسبة المئوية لكل قيمة ان انا باخد عدد التكرارات اللي عندي مثلا وبقسمه، وهناخد مثال دلوقتي هيفهمنا. اما عندنا في الكومبيوتر فريكوينسي فانا بجيب القيمة الحالية اللي هي بتكون اقل من النسبة المئوية للقيمة ذات نفسها. الشكل بتاعنا هو عدد مرات الظهور. هنا ال F frequency اللي عندنا بنقسمه على التوتال. القيمة بتاعت RF السابقة هنجمعها على قيمة ال IF في الجامعة الحالية. حابب أعرفك إن اليونت بيكون انتجر فين؟ في الفريكوينسي بس. تمام. أما في الريليتيف بتكون نسبة ديسيمال، وبتكون نسبة برضه ديسيمال في الكوميونيكيتيف CRF. التوتال عندنا هنا مجموع التكرارات بيساوي عدد البيانات. المجموع النسبي لازم يكون بيساوي 1%، ومجموع التكرارات التراكمية في CRF بيساوي 1%. هناخد مثال دلوقتي هيفهمنا. لو أنا عندي قيمة الاتنين وقلنا إن هي اتكررت 7 مرات، فأنا عايز أحسب الفريكونسي بتاعها في قيمة التكرار بتاعها بعده من الجدول فلقيتها 7 مرات. طيب أنا عايز أحسب الريليتيف فريكونسي. الريليتيف بيساوي الفريكونسي بيساوي إيه؟ بيساوي السبعة على القيمة الكلية ماشي للتكرارات اللي كانت 20. 7 على 20 بيساوي 35%، اللي هي قيمة 35%. تمام؟ طيب أنا عايز أحسب بقى القيمة اللي قبلها، فأنا بجيب اللي هي كام؟ ال35% دي كانت قيمة السبعة اللي هي قيمة الاتنين، هاجي على رقم واحد اتكرر كام مرة اللي كان قبله. ماشي. فبشوفه وبقدر أجمع ساعتها ال35. ماشي. بشوف القيمة اللي قبله اللي هي 35 زائد ال10 زائد ال20 اللي هي القيمة اللي قبل الاتنين. ماشي. لقيتها 65، فهي تديني 65%. ماشي. هي القيمة اللي عندي دي بتتحسب في CRF. أما في اليوز ده استخدام ذات نفسه، فأنا بعرف كم مرة ظهر كل قيمة، ده في الفريكوينسي. أما لما باجي أقارن القيم بالنسبة لحجم البيانات اللي عندي قبل كده فده في الريليتيف عشان بيبقى فيها نسبة. أما عشان أفهم التوزيع التراكمي للبيانات، اللي أنا بروح أجيب قيمة ال RF القيمة السابقة وأجمعها على القيمة الحالية، ده بيكون في ال CRF. ماشي. كل اللي عايزك تعرفه إن ال frequency distribution ده عدد مرات ظهور كل قيمة. ال relative frequency distribution هو نسبة كل قيمة من إجمالي البيانات اللي عندنا. ده ببساطة الفرق بين التلات حاجات. هو بيجي في الامتحان بيديك جدول يقولك أوجد التلاتة، أو ببساطة بيجي يقولك القانون يقولك ده اختار MCQ بين الفريكوينسي ولا الريليتيف فريكوينسي ولا CRF. فلما أجي أقولك F عدد التكرارات اللي عندنا على التوتال، فده أنا بحسب إيه؟ بحسب الريليتيف فريكوينسي. الأسئلة بتبقى على المقياس ده كتير أوي في الامتحان، فخلي بالك منها. وشكرا، هستناكم في الفيديو الجاي بإذن الله.